صباح الخير عليكم جمهور حب الكورة. طبعا الأخبار بتاعت أمراض كورونا اليومين دول قلقانة جدا، بعد خصوصا يعني بعد الراجل اللي كلنا بنحبه المهندس عادل القيعي، مستشار التعاقدات في النادي الأهلي والقيمة والقامة الكبيرة، واللي كلنا قلقانين عليه. عنده إن شاء الله مسحة بكرة صباحا، وبإذن الله ربنا يكرمه ويشفو منها على خير وتكون سلبية، ونطمن عليه وهنطمنكم برضو بكرة عليه. الحقيقة بعدها طبعا موضوع محمد صلاح، وبعدها 3 لعيبة تاني ما بين منتخب مصر ومنتخب توجو اللي هيلعبوا المفروض لقاء النهاردة، واللي كان بالأرجح إن هم محمد مجدي قفشة وطارق حامد من مصر ولاعب تاني من توجو. بعد كده عندنا إصابة كمان كابتن إبراهيم فايق، أو مقدم البرامج الشهير على بين سبورت، على اون تايم سبورت عفوا. ابراهيم فايق الحقيقه جات له جلطه رئويه. جلطه رئويه دي يعني غريبه شويه علينا. هي بتبقى ضيق في التنفس والم في الصدر وسعال والم في الساق. فهنشوف ان شاء الله. وطبعا الكابتن احمد شوبير كان نزل له تويته كده، بيقول له الصديق والابن الإعلامي المتألق، ألف سلامة عليك وشفاك الله. فطبعا كل الناس خدتها منه، والناس كتير عملت تويتات كتير قوي لإبراهيم فايق، لأنه هو راجل محبوب. ربنا يشفي الجميع يا رب. وإن شاء الله النهاردة نتابع مباراة مصر وتوجو وتعدي على خير ونكسب بنتيجة مطمئنة، علشان برضو إن شاء الله لما نلعب مباراة العودة برضو نكسبها ونضمن كده التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، أو 2022 بقى، لأن رجعت تاني تبقى أرقام زوجية. فاحنا معاكم في كل الأخبار، ويا ريت يا جماعة تدعمونا باللايك بقى، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في حب الكورة.